السلام عليكم. ناس احيانا بتسألني احنا درسنا تسويق وخدنا الاساسيات، ولكن مش عارفين بقى بعد كده نختار انهي تخصص من تخصصات التسويق بالظبط، نروح لانهي مجال من مجالات التسويق. وللي ما يعرفش، فالتسويق في الحقيقة هو مجال واسع جدا، فيه فروع كتير ومجالات كتير ووظائف كتير ممكن تشتغل فيها في كل الاتجاهات. فعلى سبيل المثال اقدر اقولك لو انت شخص بتحب التعامل مع الناس وعندك مهارات تواصل كويسة، تشتغل في مجال زي العلاقات العامة، هو جزء من التسويق وبيتطلب المهارات دي. لو انت راجل شاطر في الارقام وعندك عقلية تحليلية منطقية، ممكن تشتغل في وظيفة زي تحليل السوق، تشتغل ماركت اناليست، او تشتغل في الابحاث التسويقية في عمل الماركت ريسيرش. لو انت شخص اداري وبتعرف تشغل فريق وبتعرف تحط خطط وتنفذها وتقيمها، ففي وظائف إدارية في مجال التسويق زي البرودكت مانجمنت، إدارة المنتجات، أو البراند مانجمنت، إدارة العلامات التجارية. لو أنت راجل إبداعي وعندك القدرة على الكتابة مثلا، ممكن تشتغل في التسويق بالمحتوى، وهكذا. فهي في الحقيقة المجالات كتير جدا، وتقريبا يعني كل شخصية وكل طبيعة في مجال من مجالات التسويق مناسب ليها. العبرة في النهاية ان انت تكون فاهم نفسك كويس وعارف قدراتك وطبيعتك كويس، وانك تجرب ولو بشكل يعني تطوعي، تتدرب في كل مجال شوية عشان في النهاية قرارك يكون قرار اقرب للصواب وقرار واقعي. سلام عليكم.